تخيلوا معي شقة في الجزائر. الشقة هذه طبيعية مثل أي شقة عادية، ناس ساكنين فيها، ناس تطلع ناس تدخل، ما في أي شيء غريب. لين في يوم من الأيام إلا وفجأة الشقة هذه تطلع منها ريحة لا تطاق، ريحة قوية جدا لدرجة الجيران ما قدروا يتحملوا، فاضطروا إنهم يبلغوا الشرطة. فإيش قصة الريحة هذه؟ ومين اللي كان ساكن في الشقة هذه؟ وليش فجأة كذا في يوم من الأيام تطلع منها ريحة؟ كل هذه التفاصيل وأكثر بتسمعوا في قصة اليوم. السلام عليكم حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله الكل بخير. مثل ما انتم شايفين مضبطكم مثل ما وعدتكم، يوم أيوة ناشر ويوم لا. بس للأسف لما بدأنا ننشر بكثرة وننشر يوم أيوة ويوم لا، التفاعل صار أضعف. يعني لما كنا ننشر في الأسبوع قصة واحدة كان التفاعل أقوى. فما أدري والله المشكلة من اليوتيوب، النشر الكثير فيها الخوارزميات تخلي الفيديوهات كذا تضعف، أو منكم أنتوا مع رمضان انشغلتوا ما عاد صرتوا تخشوا اليوتيوب كثير، الله أعلم. على العموم بنستمر خلال شهر رمضان ننشر يوم أيوه ويوم لا، ونشوف إذا الوضع تغير والتفاعل بدأ يرتفع بعد رمضان كمان بإذن الله هنستمر على كذا يوم أيوه ويوم لا. بس إذا لسه التفاعل ضعيف هنضطر ونرجع ننشر في الأسبوع قصة واحدة، لأنه بصراحة الوضع متعب جدا إنك تنشر يوم أيوة ويوم لا، بحث عن قصة وكتابة سكريبت وبعد كذا تصوير وبعد كذا مونتاج شغلة طويلة عريضة. فالله الله بالدعم، لايك، كومنت حلو، وخذ الفيديو ارسله لصديقك، وانت كمان ارسل لصديقتك. بس هذا اللي أحتاجه منكم، وأدري ما بتقصروا. ويلا نخش في قصتنا. بس قبل ما نبدأ في عندي لكم شيء. أنا سبحان الله متعود أقعد أضبطكم، بس أحبكم يا أخي، فاليوم جاي أضبطكم بشيء هتدعوا لي عليه. كلنا عارفين العيد قرب بإذن الله، يجي العيد وإحنا بكامل صحتنا وعافيتنا، وكلنا في العيد نحاول نظهر بأفضل صورة ممكنة، نكشخ، نضبط نفسنا، نتعطر، ونصير نتنافس في الحلاوة. فعشان كذا جايب لكم صابون عود بنافع. مثل ما سمعتوا، صابون وعود في نفس الوقت. الصابون هذا فاخر بمعنى الكلمة برائحة العود المميزة والمسك كمان، ويجمع بين العناية بالبشرة والجودة العالية لتلبية أذواق الباحثين عن التميز. وأكيد انتوا وأنا باحثين عن التميز، في قدنا احنا عائلتنا أفضل ناس. فيلا ضبطوا وضعكم، اللي يحب المسك ياخذ صابون مسك، واللي يحب العود ياخذ صابون عود، وخشوا الحمام وانتم في كرام واستحموا، وهتطلعوا من الحمام وريحتكم عود ومسك. الصابون حرفيا مجنون، ريحته تمسك في الجلد تطلع خلاص تلبس ملابسك، ما في داعي تدور عاطر وتتعطر. وفوق هذا الصابون يعتني ببشرتك ويعتني ببشرتك انت كمان. فأمانة ايش اللي منتظرينه؟ شوفوا معي بالله شكل الصابون، كشخة وفخامة، شيء بصراحة لا تعليق. ومو بس كذا، هتلاقوا عندهم منتجات ثانية هتعجبكم، بس أنا حبيت أركز معكم في الصابون عشان لازم كلنا في العيد نستحم بالصابون هذا ونجربه. بسيب لكم تفاصيلهم تحت في الوصف، خشوا عليهم على الواتساب، قول لهم من طرف نخلان بس، وشوفوا على دلع وتضبيط يضبطوكم، وادعوا لي بعد كذا. ويلا نرجع لقصتنا. صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ على بركة الله. قصتنا تبدأ في شهر فبراير من سنة 2003 في الجزائر، وبالتحديد في بلدية سوير كورب بولاية سيدي بالعباس. وفي هذا اليوم وصل بلاغ غريب لقسم الشرطة من واحد ساكن في حي 1500 مسكن. الحي هذا فيه عماير كثيرة. واحد من سكان إحدى العماير هذه يتصل بالشرطة يقول لهم جاري اللي في الدور الرابع في ريحة غريبة قاعدة تطلع من بيته. الريحة هذه لا تطاق، مش قادر أقعد في بيتي. الشرطة استغربوا وقالوا إيش الريحة هذه اللي ممكن تخليك تبلغنا؟ قالوا له ممكن المشكلة تكون من الصرف الصحي أو الزبالة متراكمة من فترة، فحلها أنت وجارك، لا تشغلونا احنا بريحة كذا بسيطة جاية من شقة جاري، تعالوا وتبلغ عليه. بس الجار أصر أن الريحة لا هي من مجاري وانتو في كرامة ولا هي من زبالة. قال لهم الريحة هذه عمري في حياتي ما شميت ريحة زي كذا، الحقوني أنا بموت بختنق من ريحة. الشرطة لما شافوا الرجل يتكلم بجدية ومش قادر يتحمل
اضطروا أنهم يتحركوا ويروحوا للعمارة هذه ويشوفوا إيش القصة. وأول ما وصلت الشرطة للعمارة، قبل ما يدخل العمارة أصلا بدأت الريحة من باب العمارة كذا، شموا الريحة قالوا والله أنه صادق هذا أنه يبلغ، لكننا متوقعين أن الريحة ممكن تكون كذا وإحنا لسه تحت ما طلعنا الدور الرابع. على العموم طلعوا لين عند باب الشقة، وتعال شوف لك الريحة. الشرطة مش قادرين يوقفوا عند الباب، يدقوا ما في أي أحد، والجار يقول لهم قد دقينا لما تعبنا ما في أحد يرد. هنا اضطروا إنهم يكسروا الباب، بس ما قدروا لأن الباب كان حديد. حاولوا الشرطة يكسروا الباب بكل الطرق، ما في أي فائدة. قالوا لا، هنا نستدعي الدفاع المدني، هم يجوا يدخلوا ويشوفوا الوضع، لأن نعتقد أن الشقة هذه فيها جريمة. هذه ريحة جثة، بس معقولة جثة واحدة تعمل الريحة هذه كلها؟ على العموم استدعوا الدفاع المدني عشان يدخلوا ويشوفوا الوضع. وصل الدفاع المدني وخلوا عنصرين يخشوا من الشرفة، وبمجرد أن العنصرين هذول من الدفاع المدني دخلوا الشقة اتجمدوا في مكانهم من المشهد اللي شافوه. على طول اتصلوا باللي برا، قالوا لهم هنا في مجزرة، حرفيا مجزرة، جثث هنا مرمية يمين ويسار ودم وريحة وعفن. الوضع مرعب مثل ما قلت لكم. حرفيا العنصرين من الدفاع المدني أول ما دخلوا وشافوا الوضع اتصلوا باللي برا، قالوا لهم باللي شافوه، فطلبوا منهم على طول يفتحوا لهم الباب بدون ما يلمسوا أي شيء. وبالفعل أجوا فتحوا الباب والشرطة دخلت، والكل كان مصدوم، ما في واحد فيهم قد شاف منظر زي كذا في حياته. تخيلوا داخل الشقة 7 جثث، من ضمنهم 4، وطريقة قتلهم ما كانت عادية لأن كان في مقتولين وأحياؤهم برا. يعني هذا قتلهم وفتح طلع التفاصيل كلها برا. أما الكبار فكانوا الرأس هنا مرمي يعني هذا القاتل دخل وقلب الدنيا فوق تحت. واضح طبعا أنه واحد فيه غل من العائلة هذه بطريقة ما يدخل العقل. طلع أحشاء بالدب ودم في كل مكان. 7، مين ممكن يكون عنده القلب انه يعمل الشيء هذا؟ على العموم على طول تم ابلاغ الطب الشرعي والمخبر الجنائي عشان يجوا ويشوفوا وياخذوا تفاصيل وبصمات ويحللوا الجثث هذه. الشرطة والدفاع المدني اللي كانوا موجودين مصدومين، مش قادرين يسووا شيء. المهم وصلوا الطب الشرعي والمخبر الجنائي، وفي نفس الوقت هم قاعدين يعاينوا مسرح الجريمة. المحققين كانوا قاعدين يحققوا مع الجيران والناس اللي في الحي، ومن خلال التحقيقات عرفوا أن اللي كانت ساكنة في الشقة واحدة اسمها نصيرة، امرأة مطلقة وعندها 3 أطفال، وانتقلت لهذا البيت بعد وفاة طليقها. يعني طليقها مات الله يرحمه وبعد كذا انتقلت لهذا البيت. وكانت نصيرة هذه تشتغل مغنية في الأفراح، يعني لو في عرس كذا ينادوها وتروح تغني في الفرح. أوكي، هنا في 7 جثث ونصيرة تقول لي عايشة الواحدة مع 3 أطفالها. انتظروا أنا بقول لكم. نصيرة كان لها أخت اسمها تاليا كانت عايشة معاها، وتاليا عندها طفلة صغيرة بنتها. فكان في الشقة نصيرة و3 أطفالها وأختها تاليا وبنتها الصغيرة. حلو كذا، منهم 6. طيب السابع مين؟ الضحية السابعة واحدة بنت اسمها ميمونة، وكانت صديقة نصيرة، وكانت تيجي تصير عندهم من وقت للثاني ومرات تبيت معاهم، فهي كانت الضحية السابعة. كذا عرفنا ال7 جثث لمين. طيب كيف حياتهم وإيش وضعهم وإيش انطباع الناس تجاه نصيرة وأختها وصديقتها وأطفالهم؟ الحي كلهم كان يقول أن سمعة الشقة هذه زي الزفت، حرفيا ما كان في أحد يطيقهم في الحي. ليش؟ لأن أصواتهم عالية، يسهروا كثير، أصواتها عالية تطلع من الشقة، ويقال أنه في رجال يجوا يدخلوا ويخرجوا، أشخاص جدد كل مرة يجي شخص يطلع وينزل. فكان الوضع مشتبه، وكل الجيران كانوا مش طايقينهم، وأكثر من مرة أصلا حصلت مشاكل معاهم. ونصيرة كل ما يجي أحد من الجيران يقول لهم يا أخي الصوت عندكم عالي، وطوا صوتكم، أصوات عالية في آخر الليل، فتقوم تصايحهم. كانت حامية، ما كانت ترضى أحد يقول لها نقصي صوتك أو اهدؤوا احنا جنبك، ما ترضى. فكان كل ما واحد يجي ويقول لهم هدوا صوتكم وكذا تعمل معاهم مشاكل. فكان دائما في مشاكل قدام باب العمارة، لين الجيران كلهم وصلوا لمرحلة
إنهم يتجنبوها. خلاص ما عاد حد يحكي معاهم، ما حد يداخلهم، حاولوا معاهم ما في فائدة، فخلاص صار الكل يتجنبهم، سلام حتى ما حد يسلم عليهم. فهذا كان رأي جيرانها. عشان كذا أعتقد ما حد انتبه إنه مختفين، يعني جثثهم في البيت صار له أكثر من 5 أيام تقريبا لحد ما عفنت. ما في أحد من الجيران أصلا عطاهم اهتمام. أول ما اختفوا كذا الجيران كلهم تلاقيهم قالوا الحمد لله راحوا 60 داهية. فما حد اهتم لحد ما الريحة طلعت. ولا لو كانوا مثلا جيران كويسين والناس في الحي يحبوهم، بمجرد أنهم يختفوا يوم واحد كان كثير هيسألوا عليهم وهيجي يخبطوا عليهم البيت. بس للأسف ما حد كان يطيقهم، فأول ما اختفوا خلاص الكل قال الحمد لله وسكت. فعشان كذا الواحد يكون كويس قد ما يقدر مع جيرانه ومع أهل الحي. كل ما كنت كويس مع أهل جيرانك وأهل حيك هيحسوا فيك. إذا في يوم واحد غبت هيدوروا عليك. فالله الله بجيرانكم، الناس اللي قاعدين يشوفوا الفيديو خليكم كويسين مع الجيران. طبعا الطب الشرعي حدد أن يوم الوفاة قبل 5 أيام من اكتشاف المجزرة هذه. فبدأوا المحققين يسألوا إيش شفتوا قبل 5 أيام؟ هل شفتوا في شخص دخل البيت عندهم؟ هل تعرفوا أحد أو وجه مألوف كان موجود أو آخر شخص دخل الشقة هذه؟ بس للأسف الكل يقول ما ندري. وأصلا لما نشوفهم أو نشوف أحد يدخل هذا ما نعطيه اهتمام. هنا المحققين احتاروا، طيب نبي نوصل لخيط بس بسيط، فرجعوا يلجؤوا للطب الشرعي ويشوفوا تقارير الطب الشرعي. هنا الطب الشرعي بدأ يخرج تفاصيل ممكن تفيد. الطب الشرعي يقول أول شيء الجثث كانوا منتشرين بشكل عشوائي في الشقة، يعني أماكن الجثث كان غريب جدا. نجي ونتخيل مع بعض، في الممر اللي بين الغرف لقوا جثة الابن الأكبر لنصرية مرمي على الأرض في الممر. أما في غرفة النوم فكانت نصرية وبنتان محطوطين على الأرض جنب بعض كذا مرميين. وفي غرفة ثانية لقوا فيها تالية أخت نصيرة مرمية على الأرض، بس آثار الدم يبين أن الجريمة ما صارت في الغرفة. الظاهر أنها انقتلت برا الغرفة وبعد كذا تم سحبها على الأرض لحد ما دخلوها الغرفة. ليش ممكن القاتل يعمل كذا؟ الله أعلم. على العموم في نفس الغرفة حصلوا بنت تالية مقتولة فوق السرير. أما ميمونة فانقتلت داخل الحمام، وكان في آثار أقدام كده مغمسة بالدم على الأرض، وكأن ميمونة كانت مصابة وتنزف وكانت تركض ودخلت الحمام، فآثار أقدامها كله دم واضح قدام الحمام لين جوا الحمام وانتو في كرامة. أما بنت نصيرة الثانية لقوها مقتولة في غرفة ثالثة، وكانت هذه الجثة من أبشع المشاهد. تخيلوا أحشائها كله، والمشهد كان صادم جدا. وطبعا الطب الشرعي أكد أنه تم استخدام نوعين مختلفين من الأدوات الحادة، لأنهم لما دخلوا المطبخ حصلوا ساطور بمقبض خشبي وعليه آثار دم واضحة، وكان شبه مؤكد أنه هذا سلاح الجريمة الأول، لكن السلاح الثاني ما كان موجود بالشقة. والطب الشرعي رجح أنه ممكن يكون سكينة. أوكي، كمان في شيء ثاني يلفت الانتباه، هو أنه حصلوا في الأرض صور للعائلة مقطعة بشكل غريب جدا، مقطعة بأحجام صغيرة كذا. يعني القاتل أخذ مجموعة الصور هذه وبدأ يقطعها قطع صغيرة جدا لدرجة أنه يصعب إعادة ترتيبها عشان يشوف الصور هذه. طيب ليش ممكن يقطع صور العائلة؟ قاتل ما أدري دماغه كيف، يعني خلص عليهم كلهم وعمل المجزرة هذه كلها وراح أخذ الصور وبدأ يقطعها قطع صغيرة صغيرة. الله أعلم كم أخذ وقت لما يقطع الصور هذه كلها. وبعد كذا أخذ بعضه وراح وقفل عليهم من برا. على العموم الشرطة والطب الشرعي قعدوا على مسرح الجريمة يعاينوها لأكثر من 6 ساعات، وبعد كذا تم نقلها للمشرحة عشان يعاينوها بشكل أفضل وأدق. طبعا الحين المحققين قدامهم 3 احتمالات. الاحتمال الأول أنه ممكن يكون واحد من الجيران، بسبب مثل ما قلت لكم صوتهم عالي آخر الليل وما حد قادر يوقفهم عند حدهم وفوضويين وما حد يطيقهم، فممكن واحد من الجيران هو اللي خلص عليهم. الاحتمال الثاني أنه مثل ما قلت لكم سمعة الشقة مش كويسة، رجال داخلين رجال طالعين، فممكن جماعات متطرفة هم اللي ارتكبوا الجريمة هذه بحكم سمعة الشقة وكذا، فجماعات متطرفة خلصوا عليهم عشان ينظفوهم. بس سرعان ما المحققين على طول استبعدوا الاحتمالين هذول، لأنه بكل بساطة مستحيل واحد من الجيران
يجي يعمل مجزرة هذه عشان فقط إنهم يطلعوا صوت ويعملوا فوضى في العمارة. وإيش دخلوا يجي يقطع الصور مثلا؟ حتى لو جماعات متطرفة برضه ليش بيعملوا المجزرة هذه كلها ويقطعوا الصور هذه بالشكل هذا؟ لا لا لا، الاحتمال الأول والثاني انسوه خالص. نجي للاحتمال الثالث، إنه في شخص مرتبط ارتباط عاطفي وفي علاقة قوية بينه وبين العائلة هذه. لازم تكون في علاقة قوية بينه وبين العائلة هذه وذكريات وأيام، عشان كذا ممكن هو اللي قطع الصور والغل اللي فيه. فالعلاقة بين القاتل والعائلة هذه مش علاقة بسيطة، لازم تكون علاقة قوية عشان ممكن الغل هذا كله يطلع. فبدأوا التحقيق والبحث عن الاحتمال الثالث، وأول شيء أجى في بالهم طليقها، فعلى طول راحوا يبحثوا عنه، إلا وعلى طول اكتشفوا إنه أصلا ميت الله يرحمه. لو كان حي كان هو بيكون أول مشتبه، فما دام إنه ميت فممكن يكون أخوه، لأنهم اكتشفوا إنه له أخ، فقالوا ممكن أخوه شايف زوجة أخوها السابقة صايرة مغنية في الأفراح ورجال تدخل بيتها وتطلع، فممكن هو اللي عمل كذا. فعلى طول جابوه وبدأوا يحققوا معه. واللي خلى المحققين يركزوا على أخو طليقها إنه أصلا عنده سجل إجرامي ودخل السجن وطلع قبل كذا، وسبب دخوله السجن إنه حصل بينه وبين زوجته مشاكل، فقام رماها من البلكونة. انتم متخيلين؟ فقالوا هذا ممكن يسوي البلاوي دي، واحد رمى زوجته من البلكونة وانسجن وطلع من السجن، فأكيد شاف زوجة أخوها السابقة رجال داخلين خارجين من عنده، فراح خلص عليها. على العموم جابوه بدأوا يحققوا معاه، وأول شيء قال لهم أنا مالي دخل فيها، كانت زوجة أخي الله يرحمه وأخي توفى ولا لي علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. هذا أول شيء، مالي دخل، تسوي اللي تسويه، هذه مو من عائلتنا صارت خلاص. وثاني شيء، إذا نفرض أنه أنا اللي عملت هذه البلاوي كلها، أطفال أخوي هل ممكن أقتل كمان أطفال أخوي اللي أنا عمهم بالوحشية هذه؟ ليش؟ عشان هي بس في رجال داخلين خارجين عندها، ما تروح في 60 داهية. فكان بصراحة الأخ يتكلم بكل ثقة. على العموم المحققين قاعدوا يستجوبوه كذا وشافوا إنه إيش ما له أي علاقة، وكمان أثبت عدم وجوده أصلا في المنطقة دي كلها أثناء حدوث الجريمة هذه، فأطلقوا صراحة وخلاص. طيب الحين إيش نسوي؟ من وين نجيب خيط جديد ونمسك فيه ونحقق فيه؟ هنا حرفيا المحققين رجعوا لنقطة الصفر، ما عاد في خيط ولا عاد في شيء، لين فجأة كذا قرروا أنهم يلجؤوا للصور المقطعة. قالوا أكيد القاتل قطعها لسبب ما، ممكن هو يكون في الصورة، فلازم نعيد ترتيب الصور هذه. فجمعوا الصور هذه كلها وجابوا فريق مختص شغلتهم الوحيدة يحاولوا يركبوا الصور هذه. ورغم هذا قعدوا الفريق كامل لمدة 7 ساعات. بعد 7 ساعات قدروا أنهم يركبوا الصورة واحدة شبه مكتملة، حتى مش إنها كاملة، لا بس جابوا الأشخاص اللي في الصورة هذه، الصورة الوحيدة اللي قدروا يركبوها خلال أكثر من 7 ساعات. والصورة هذه فيها 3 حريم، نصيرة وأختها واحدة ثالثة ما حد يعرف مين هي. هنا قالوها لازم نجيب الحرمة هذه اللي معاهم في الصورة ونحقق معاها ونشوف إيش وضعها. وبعد البحث عنها وصلوا لهويتها واكتشفوا إن واحدة اسمها عباسية، وهي صديقة مقربة لنصيرة، كانت تزورها باستمرار ومرات كانت تقعد تتصل معهم. فعلى طول راحوا وحددوا مكانها وجابوا هذه عباسية وبدأوا يحققوا معاها. فلما سألوها عن علاقتها بنصيرة قالت صديقتي المقربة، أروح وأقعد معاها وأسهر معاها دائما. قال له أوكي، متى آخر مرة شفتيها أو زرتيها؟ قالت قبل الحادث ب4 أيام تقريبا. قالوا أوكي، يعني في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة عباسية كانت موجودة، لأن الطب الشرعي قال تقريبا 5 و4 أيام، فعباسية أكيد كانت معهم في يوم الجريمة. فقالوا لا يلا احكي لنا عن آخر يوم شفت فيه نصيرة، كل التفاصيل، إيش اللي حصل. قالت في ذاك اليوم طبيعي مثل أي يوم، أجيت وقعدت معاها في البيت أبصر معاها، وفي هذا اليوم ما رحت لوحدي، كانت أختي معاي، يعني أنا وأختي رحنا ونسهر عند نصيرة. وبالفعل رحنا ووصلنا البيت وكان في شخص
اسمه محمد في هذا اليوم كان جايب معه شريط لفيلم، فقررنا كلنا ان احنا نتفرج الفيلم هذا. عشان كذا اصلا انا جيت اصر معاهم عشان قالوا لي في فيلم وكذا هنتفرج عليه، محمد جايب فيلم. وبالفعل محمد كان معانا وقعدنا وشغلنا الفيلم وتفرجنا والامور طبيعية. وبعد ما خلص الفيلم قعدنا معاهم شوية كذا، وانا واختي اخذنا بعضنا ورحنا، ولا عاد رجعت لهم ولا ادري شيء ثاني. قال له اوكي مين محمد هذا؟ ايش تعرفي عنه؟ قالت صراحة ما اعرف عنه كثير، كل اللي اعرفه انه اسمه محمد وشفته اكثر من مرة مع نصيرة، وما اقدر اقول هل هو زوجها يعني متزوجين كذا بالسر، او هل هو حبيبها فقط، او انه صديق فقط كذا، ما ابي افتي. بس هذا اللي اعرفه، اسمه محمد واكثر من مرة شفته مع صديقتي نصيرة، وبس انا ما تدخلت في حياتهم ولا ادري عنهم شيء. قال له اوكي ايش تعرفي كمان؟ حاولي تتذكري. قالت ايه اعتقد انه ساكن في تخمارت هذه هي مدينة بولاية تيارت. قال له اوكي يعني اسمه محمد وساكن في تخمارت. قالت لهم ايه؟ قال له طيب اعطينا تفاصيله، كيف شكله، طوله، لبسه. فبدأت تقول لهم عن شكله وتفاصيله، بس ما في أي فائدة، قاعدة تقول لهم تفاصيل متواجدة في أي إنسان عادي، يعني ما أعطتهم شيء مميز ممكن يتبعوه. على العموم خلصوا التحقيق معاها وأطلقوا صراحة، خلوها تروح. فبدأوا يفكروا هذه جابتنا أوكي خير، بس زادت عقدت الوضع. الحين كيف نجيب محمد هذا؟ قالوا أوكي هنجيب كل شخص اسمه محمد ساكن في تخمارت وكانوا يجوا لمنطقة سيدي بالعباس. يعني في الفترة الأخيرة أي واحد اسمه محمد كان ساكن في تخمارت ونزل على منطقة سيدي بالعباس هذا مشتبه فيه. الموضوع صعب جدا بس ما في طريقة ثانية. وبالفعل بدأوا يشتغلوا في الطريقة هذه، وأثناء عملهم إلا ويجيهم اتصال من شخص مجهول الهوية يقول لهم عندي واحد قريبي ساكن في تخمارت وينزل كثير لسيدي بالعباس وبرضه اسمه محمد، فحبيت أبلغ عنه وأساعدكم، ممكن تحققوا معه وتشوفوا الوضع. وهنا بدأوا يتحروا عن محمد هذا ويشوفوا إيش قصة حياته، واكتشفوا أن محمد هذا عائلته تجار مواشي، وضعهم المادي مريح جدا. بس في الفترة الأخيرة صار في مشاكل بينه وبين أبوه بسبب سهراته الكثيرة برا البيت، وعشان أنه بدأ يخسر فلوس كثير بشكل ملحوظ. فعشان كذا الظاهر أن أبوه كان مضايق من الشيء هذا وحصل بينه وبين أبوه مشاكل. هنا المحققين بدأوا يشكوا إنه هذا محمد اللي قاعدين يبحثوا عنه، فقرروا إنهم يستدعوا محمد هذا. ولما راحوا يجيبوا محمد حصلوا مش موجود، مختفي. أبوه وأمه ما يدروا عنه شيء، لأنه آخر مرة حصل بينه وبين أبوه مشاكل فأبوه طرده، وهم من نفسهم مش عارفين وين ابنهم. هنا المحققين قالوا أوكي هذا هارب. هنا المحققين بدأوا يحسوا من كلام أمه لما راحوا سألوا عنه وقالت ما أدري وينه، حسوا أنها تعرف شيء وقاعدة تخبي. فقرروا أنهم يستخدموا حيلة ذكية مع الأم عشان يعرفوا هل هي عارفة وين ابنها أو لا. فخلوا واحد من الضباط يلبس لبس مدني في يوم من الأيام كذا ويروح لبيت الأم ويقول لها أنا صديق محمد ومحمد أرسلني لعندك عشان أخذ الأمانة، كذا بس تخمين. وبالفعل لبس لبس مدني الضابط وراح لعندها، خلى نفسه صديقه. كيفك يا أمي؟ أنا صديق محمد وأرسلني لعندك عشان أخذ الأمانة. هنا الأم قالت له صديقه مين وإيش من أمانة؟ ابني ما أعطاني أمانة وأنا مش عارفة أصلا فين هو. قال لها بس هو كلمني قال لي إنه حاط عندك أمانة، أعطيني الأمانة. فبدأ يحاول معاها لحد ما قالت له بصراحة آخر مرة ابني أجى عندي ترك عندي شنطة، بس ما قال لي إني أعطيها لشخص أو شيء من هذا القبيل، بس أعتقد إنها هي الأمانة اللي أنت تقصدها. فقال لها ممكن أشوف الشنطة، ممكن هي الأمانة اللي أنا أبحث عنها. وبالفعل دخلت وخرجت شنطة. الضابط فتح الشنطة وحصل داخل الشنطة شريط لفيلم. هنا على طول عرف أن هذا الشريط اللي أجى فيه محمد وصاروا فيه في ليلة الجريمة. فطلب منها أنه ياخذ الشريط. قال لها إيه يا أمي هذه الأمانة هو الشريط. قالت له لا ما راح أعطيك الشريط، روح بلغ محمد خليه يجي ويكلمني وأنا بعطيك، غير كده ما في. أخذت الشنطة ودخلتها جوا. طيب حاول معاه وقال لها يمي أنا ما أعرف محمد وين هو، صار له من فترة مختفي وما أدري إيش. فهنا الأم بدأت ترتبك وانهارت وقالت له عن مكان محمد. ما أدري ليش كذا فجأة ضغط عليها بأساليب خطيرة اللبة خلاها تقول فين مكانه وعنوانه. وهنا على طول
اتحركوا الضباط وراحوا مسكوا محمد من شقته، أو بالأصح شقة هو مستأجرها فقط وكان قاعد متخبي فيها. أخذوا محمد وبدأوا يفتشوا الشقة، وهنا كانت صدمة. طبعا أثناء التفتيش بدأوا يسألوا عن علاقته بنصيرة، فاستغرب وقال لهم ما يعرف أحد بهذا الاسم. واستمر التفتيش وحصلوا على طول جردل مليان ماء وفي داخله سكينة صغيرة، وكمان حصلوا جزمة من الجزم تبعه وانتو في كرامة فيها آثار وبقع دم. في هذه اللحظة على طول تم القبض عليه ونقلوه لمركز الشرطة بسيدي بالعباس. خلاص داهموك وفي صوت الماء ما شاء الله حط سكينة جواته والجزمة تبعك فيها بقع دم، الوضع خلاص واضح. طبعا في بداية التحقيق محمد مش راضي يعترف، ما أعرفهم وما أدري إيش، وبعد شويتين كذا قال إيه أعرفهم وكنت أجي أصر عندهم بس ما أدري شيء إنهم ماتوا من هذا القبيل. فلما واجهوا بالأدلة، وأكبر دليل إنه لما طابقوا بصماتهم على البصمات اللي كانت في الساطور اللي حصلوا في الشقة اتطابقت البصمات وطلعت بصماته، وهنا خلاص ما في مجال للكذب. انهار محمد واعترف بكل شيء. إيش قصة محمد وليش ارتكب الجريمة هذه؟ القصة تبدأ من لما محمد كان مرتاح وعايش مثله مثل أي شاب، لا وأفضل من عيشة كثير من الشباب. وضعهم المادي كان فوق الممتاز، كانوا تجار مواشي وكان عايش حياة زي الفل، أموره تمام. وفوق هذا كان متزوج وعنده أطفال، يعني المال هنا والبنون هنا والزوجة الصالحة هنا، أموره كانت طيبة. بس كان يسكر ويحب الخمر، ومن هنا تبدأ الخراب. بدأ محمد يدمن الخمر بشكل ما يدخل العقل، 24 ساعة سكران. بدأ يشرب ويشرب بكثرة، وأبوه يحاول معاه ومشاكل وكذا، بس الوضع كان يلا ماشي أموره، رغم أنه كان يسكر بس كان يكمل شغله ويكمل أموره، والدنيا كانت يعني ماشية تمام. لين في يوم من الأيام محمد راح لعرس واحد من معارفه، انعزم في العرس هذا وراح العرس هذا، وكان قاعد. وفي العرس كانت نصرية قاعدة تغني، مثل ما قلت لكم كان شغلها تغني في الأفراح والأعراس، فكانت موجودة وتغني. وكان قاعد فشافها كذا وهي تغني، فجأة كذا عشقها حبها، وعلى طول ما قدر يمسك نفسه. بمجرد أنها خلصت تغني وخلص العرس راح لعندها وصارحها، قال لها اسمعي، أنا من أول ما شفتك حبيتك ومستعد أتزوجك وأصرف عليك وغير حياتك، وإحنا تجار مواشي وعندنا فلوس ووضعنا كويس. وبدأ يتكلم. هنا نصرية بدأت تميل معاه شويتين وتفتح له الباب، وتعرفوا على بعض وكذا وصاروا يتقابلوا. بس نصرية ما كانت راضية تتزوجه، ما كانت موافقة بفكرة الزواج، وكل ما يجي يقول لها بتزوجك تقول له لا ما يصير. فيحاول معاها يمين يسار لحد ما في يوم من الأيام قالت له اسمع، أنا موافقة بنتزوج بس بشرط. قال لا أمري. قالت له طلق زوجتك كذا، طلق زوجتك وبعد كذا تزوجني. محمد للأسف ما أخذ وقت طويل عشان يفكر، على طول قال لها من عيوني طلقها وطلق أبوها. انتم متخيلين؟ يعني زوجته جايبت له أطفال وعنده بيت، وكمان أبوه اشترى له بيت ثاني. يعني محمد عنده شقتين، شقة اللي مسكن فيها زوجته وأطفاله، وشقة ثانية له حقه كده مأجرها للناس وقاعد يأخذ الإيجار، فمرتاحين وضعهم حلو. فجأة كده نصيرة تقول له طلق زوجتك وبعدين تزوجني. وهو الحمار، مع احترامي للحمار طبعا، وافق وبالفعل راح على طول طلق زوجته بدون تردد بدون أي شيء. رمى زوجته وعياله كده برا وراح لعندها قال لها يلا طلق زوجتي نتزوج. هنا نصيرة فجأة رجعت في كلامها وقالت لا ما ينفع نتزوج. قال لها كيف انت خليتيني أطلق زوجتي تقول لي ما ينفع نتزوج؟ فقاعد يقول لها ما يصير، أنا طلق زوجتي عشانك وما أدري إيش، أنا مستعد أصرف عليك، أنا أشاريكي وما أدري إيه. رجعت قالت له أوكي اسمع، موافقة بس بنتزوج عرفي بدون ما حد يعرف، عشان بصراحة أنا ما أعرفك كثير، فبنقعد فترة متزوجين عرفي لحد ما أعرف طباعك أكثر، وإذا اتفقنا وتفاهمنا بعد كذا نخليه زواجنا علني. قال لها تمام موافق، وبالفعل تزوجوا عرفي وبدأ يعيش معها كزوج. يجي عندها يصرف عليها وعلى عيالها وعلى أختها كمان اللي معها وعلى بنت أختها، يعني البيت ده كله
واللي مصرف عليه، واستمر يصرف عليهم ويصرف عليهم لين وصل لمرحلة باع شقته واشترى لهم الشقة هذه اللي هم قاعدين فيها. يعني خروف على كيف كيفك، مطلق زوجته وعياله وراميهم، وجاي عند هذه وعيالها اشترى لهم الشقة ويصرف عليهم ويضخ فلوس يمين يسار، وأبوه قاعد يتضايق. أبوه يتعب سنين لحد ما بنى الثروة هذه، فهذا قاعد يضيع الفلوس ويضيع الفلوس، وكل يوم قاعد وضعهم ينزل أكثر لتحت. هنا على طول تحصل المشكلة بين محمد وأبوه، مشكلة كبيرة كذا، ويضطر الأب أنه يطرد محمد. خلاص ما لك شيء عندي، شقتك اللي شاريها لك بعتها صح، قاعد إلا من خرابة لخرابة وقاعد تسكر، يلا برا. وطرده. هنا محمد على طول وين بيروح لعند نصيرة زوجته، فراح لعنده وقعد ينام معهم وعايش معهم. خلاص أنا انطردت، أبوي عمل لي مشكلة وكذا. هنا نصيرة لما شافت إنه محمد خلاص على البلاط ما عاد باقي عنده شيء، بدأت تتغير عليه، طبعها يتغير، أسلوبها معه يتغير. محمد بدأ يحس بالشيء هذا، بس قاعد يحاول يطنش، ما عاد صار زي أول، ما عاد في كلام حلو. خلاص الرجال ما عاد عنده فلوس، مش قادر يصرف عليك، صار الحين أنت اللي لازم تصرف عليه، تروح الأعراس وتغني وتجيبي فلوس وهو يعيش معك في البيت طبيعي، يوم لك يوم عليك. بس نصيرة لا، تبي كل يوم لها، فالوضع ما عجبها، فبدأت تتغير عليه. على العموم لين ذاك اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، محمد يقرر يلطف الجو ويحاول يحسن العلاقة بينه وبين نصيرة، فراح وجاب الشريط هذا اللي في الفيلم وقال اليوم بنسهر ونقعد كلنا قعدة عائلية كذا وأمورنا تمام، وعزمت صديقتها اللي هي عباسية، وقعدوا يتفرجوا الفيلم وكل شيء لحد ما عباسية أخذت نفسها وراحت. وبالمناسبة مين اللي وصل عباسية لما راحت؟ هي أختها، الديلر اللي يبيع المخدرات ويجيب الخمر لمحمد، أجا وجاب خمر ومخدرات وكذا، وعلى طريقه أخذ عباسية ووصلها هي وأختها. بنرجع للموضوع هذا الديلر بعدين. على العموم هذه أخذت بعضها وراحت، فضل محمد ونصيرة وأطفالها وأختها وبنت أختها، وكانت معهم صديقتهم مبيتة معهم في ذاك اليوم. فلما الوقت تأخر بدأ محمد يحس إنه نصيرة وأطفالها وأختها قاعدين يرموا كلام لمحمد ويضحكوا ويستهبلوا، يعني خلوه سخرية. فمحمد يحاول يلطف الجو، يحاول، لا قاعدين يتمسخروا عليه، خلاص ما عاد منه فايدة، كلمة من هنا ونظرات وكذا، كل واحدة تخبط الثانية وتتكلم ويتكلموا بهدوء ومدري ايش، تمسخروا عليه. طيب البيت اللي انتوا فيه هو اللي شاريه، ما في تقدير؟ لا ما في تقدير. على العموم كلمة من هنا وكلمة من هنا، محمد بدأ يتضايق، فانتظر هدى نفسه لحد ما البنات والأطفال وكلهم كل واحد دخل غرفته وناموا وظلوا هو نصيرة. فلما الكل دخل ونام باقي هو نصيرة، بدأ يكلمها بكل صراحة، قال لها اسمعي، أنا بصراحة شايفك وحاسس أنك متغيرة عني، أو بالأصح متغيرة علي. ليش ما عاد صرتي تحبيني زي أول؟ ليش أسلوبك اختلف؟ وكمان قاعدين تضحكوا وتتمسخروا وتهمسوا مع بعض، وأدري أنكم تتكلموا علي، فليش؟ عشان اليوم أنا صار ما عندي شيء؟ هنا نصيرة بكل وقاحة وبكل صراحة قالت له أيوة بالضبط أنت صح، خلاص أنت ما عاد أنت رجال. الامرأة إيش تحتاج رجل يصرف عليها ويهتم فيها، أنت مش قاعد تصرف علي، خلاص بخورك انتهى، ما عاد في ريحة. فعشان كذا أنا أعتقد أنه أجل الوقت المناسب أن احنا نترك بعض، كل واحد في طريقه يا ابن الناس، روح شوف حياتك، وأنا بروح أشوف لي واحد رجل يقدر يصرف علي ويهتم فيني. تخيلوا معي الحين شعور محمد، خلاص يعني أنت خسرت زوجتك، طلقت زوجتك يا حمار، مع احترامي للحمار، أنا ما أدري، لازم أشوف كلمة ثانية غير الحمار، لأني أحس أن الحمار أظلمه كثير في حلقاتي، صرت أشبه ناس كثير بالحمار، ولما قعدت بيني وبين نفسي أفكر اكتشفت أن الحمار يا أخي من أفضل الحيوانات في العالم، عن جد من أفضل الحيوانات، يعني وسيلة نقل ويحمل أشياء في ظهره ولا يقول لا. فآسف يا حمار، بس هنشوف واحد غيرك نوصف الناس اللي زي كده، بس حاليا نستخدمك أنت. على العموم طلق زوجته الحمار، مع احترامي للحمار وساب أطفاله، وبالنهاية قامت شاتته. فكيف شعوره؟ هنا محمد بدأ يغلي وهي قاعدة تضحك وتتمسخر، قالت له اسمع خلاص أنا قررت إنه
هذه آخر ليلة بسمح لك إنك تبيت فيها معانا، وبعد كذا شوف لك مكان ثاني بصراحة، عشان كلنا صرنا متضايقين من وجودك هنا، لأن وجودك زي عدمك. فخلاص بيت هذه الليلة، بس يبقى تبيت، وبكرة اتوكل على الله. وأخذت بعضها ودخلت غرفتها وحضنت بنتها ونامت. هنا محمد قاعد لوحده، طبعا شرب، سكر، وكمان طعنتيه بالكلام، خلاص مش في وعيه وكلامك صدمه، فبدأ يفكر بغل كيف ينتقم منك. أثناء تفكيره وقاعد يلف في البيت ويدخل الغرف يشوفهم نايمين، كلهم ناموا تاركينه لوحده، نايمين مرتاحين في الشقة اللي هو اشتراها لهم، ما في دم. فقاعد يشوفهم والله نايمين مرتاحين، أمور تمام أوكي، إلا ويلتفت ويحصل ساطور كان موجود في الشقة، إلا وياخذ الساطور ويروح مباشرة أول شيء لعند نصيرة، ولا ويضربها في دماغها، أنهاها هناك. وعلى طول وهو ضرب ضربتين ثلاثة بنتها صحيت، بدأت تصرخ، وبصراخها الباقين بدوا يصحوا، قاموا هي كمان سكتها جنب أمها، خلص عليها، ولا ويطلع للممر ويشوف ابن نصيرة أكبر واحد من أي أطفالها، أجا قدامه كذا على طول. اتفاجأ ابن نصيرة إلا وشايف قدامه محمد مع ساطوره كله دم، وشايف وراها الغرفة أمه وأخته هناك مرميين. فبدأ يترجى محمد لا تقتلني، ولا محمد مش شايف حد اليوم، مكسور من جوا والدنيا خربانة معاه، وهذا قاعد يترجاه أرجوك اتركني. خلص عليه برضه ولا رحمه. وبعدها على طول راح لغرفة تالية، ومجرد أنه يدخل وهي لسه بتقوم قام خلص عليها على طول، حط ساطور كبير وناس لسه صاحيين من النوم مش مستوعبين، أكيد ضربة واحدة تجيب أجلهم. طيح تالية وطلع على طول رايح لميمونة، وأول ما شاف ميمونة برضه عطاها ضربة واحدة وتركها تنزف، وراح على طول يخلص على بنت تالية، يبي يخلص عليهم كذا بسرعة. ضرب ضربة واحدة بس لميمونة وقام على طول لعند بنت تالية وخلص عليها. وأثناء ما هو يخلص على بنت تالية شاف إلا ميمونة رغم إصابتها أعطاها ضربة واحدة مثل ما قلت لكم، قامت وركضت للحمام وقفلت على نفسها رغم أنها تنزف. هنا على طول ركض وراها لعند الحمام وبدأ يخبط ويحاول يدخل، وهي قفلت على نفسها. فاستمر لحد ما كسر الباب، قدر أنه يدخل عليها وضربها ثاني وقتلها جوا الحمام. وبمجرد أنه خلص عليها إلا ويلتفت يحصل وراه تالية. تخيلوا تالية رغم أنه راح لها لغرفتها وضربها قاعدة تنزف، إلى أنها قامت وراحت المطبخ وجابت سكينة وجت وراه تبي تطعنه أثناء ما كان في الحمام يخلص على ميمونة. وهنا التفت له وطبعا هي تنزف وما لا حول ولا قوة، قدر أنه يضربها ضربة ثانية ويأخذ منها السكين ويخلص عليها. على العموم خلص على الكل، ما عاد خلى أحد. بعد كذا بدأ يسحب جثثهم ورجعهم على الغرف، وزعهم التوزيع هذه اللي لما أجوا المحققين وشافوها، ومسك الساطور بيد والسكينة باليد الثانية وقاعد يلف في الشقة يتأكد من الكل أنهم فارقوا الحياة. وكيف يتأكد؟ اللي يجي لعنده ويجي عند الثاني ويقص، ويروح عند الطفلة ويطلع يبي يتأكد أن الكل خلاص. فبدأ يذبح ويفك بطنهم ويلعب بالجثث اللعب. بعد ما خلص كل شيء وتأكد أن كلهم ماتوا، وبعد كذا يروح للغرفة ويأخذ ألبوم الصور ويبدأ يقطع الصور على قطع صغيرة لأنه كان متواجد معاهم في صور كثيرة. بدأ يقطع حتى الصور اللي هم معاهم قطعها، عشان يخلط بين كل الصور. قطع كل الصور وقاعد يبكي ويبي يمحي كل ذكراهم. خلص عليهم، بيخلص على صورهم، قطع كل الصور. وبعد كذا رمى الساطور، بس السكينة أخذها معاه لأن الساطور كبير ومدري ليش ساب الساطور وأخذ السكينة. على ما طلع من الشقة وقفل عليهم وأخذ المفتاح وتحرك. وطبعا المفتاح لفه بقماش ورماه برا في الشارع وهو رايح، ووقف تاكسي وركب التاكسي وراح على الشقة اللي هو مستأجرها. وبعد ما محمد اعترف بكل شيء قالوا له المحققين طيب الأطفال إيش ذنبهم؟ ما كنت تقدر تخلص على هذه اللي استغلتك واستغلت فلوسك وضحكت عليك على قولتك وتاخذ بعضك وتطلع. قال لهم ما أدري، ما كنت في وعي فخلصت على الكل، وبصراحة كنت ندمان
إني خلصت على الأطفال لأن ما لهم ذنب بصراحة. قال له طيب إذا أنت ندمان ليش ما سلمت نفسك؟ قال له ماشي أسلم نفسي، أنا أصلا كنت مقرر إني أنتحر، كنت ناوي أنتحر، مخطط إني أنتحر، بس أنتوا سبقتوني جيتوا بسرعة ومسكتوني، ولا لو كنتوا تأخرتوا كمان شويتين أصلا فكرة الانتحار كانت في بالي وكنت ناوي أنتحر. على العموم تم القبض عليه، والديلر اللي قلت لكم كان يجيب له المخدرات وكذا برضه تم القبض عليه بتهمة الإتجار بالمخدرات والتستر على مجرم، لأنه كان عارف الجريمة تقريبا. على العموم تم القبض عليه كمان. وطبعا القاتل محمد تم الحكم عليه بالإعدام، وبكذا انتهت القصة. ودمر حياته ودمر حياة أطفاله وزوجته، كان طلقها ورمى أطفاله عشان إيش؟ قال لك أحبها. أحيانا تشوف أشخاص يتصرفوا بطريقة تخليك تقول معقولة في ناس تفكيرهم كذا؟ يعني في واحد بكامل قواه العقلية ممكن يرمي زوجته وأطفاله عشان واحدة ما تستاهل؟ استغلالية، كانت تستغله أصلا وتستغل فلوسه. إذا هي عن جد تحبه أول شيء ما كانت بتقول له طلق زوجتك. يعني واحدة تبي تضره ما تبي له الخير أبدا، بمجرد إنها قالت له طلق زوجتك وبعد كذا هذه أصلا المفروض. استغفر الله العظيم. على العموم أتمنى أن القصة تكون عبرة لكل واحد قاعد يشوف الفيديو. إحنا دائما طبعا نحاول في قصصنا نوصل رسائل، نوصل فائدة، فأتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل من القصة هذه. واللي ما داس لايك لحد الحين ايش اللي منتظره؟ دوس لايك، ربي يحفظك، وانت كمان ربي يحفظك. والناس الجديدة اشتركوا في القناة وشوفوا القصص اللي فاتت، ننشر قصص حلوة. وبس، كان معكم أخوكم نخلان، أحبكم في الله، أشوفكم في أمان الله.